ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደብ እዋንና ናይ ሎሚ መደብና ምስ ናይ ስኒ ሓኪም ደንቲስት ዶክተር ሓሊማ ሕሻል እዩ። ዶክተር ሓሊማ ድሕሪ ነፃነት ኤርትራ ከም ኩሉ ፍቕሪ ሃገሩ ዘለዎ ኤርትራዊ ናይ ስኒ ሕክምና ንምኽፋት ካብ ሱብያ ንኤሪትራ ኣትያ ትገልግል ነይራ። እንተኾነ ግን በቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሃዋህው ንግብፂ ከም እንደገና ክትስደድ ተገዲዳ። ኣብ ግብፂ ዝያዳ ብናይ ግብረ ሰናይ ሓገዛት እያ ትፍለጥ። ከም ንኣብነት ናይ መጀመርያ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝግልገልሉ ቤት ፅሕፈት ብምኽፋት ብ2015 ከዓ ፓስፖርት ዘይብሎም ኤርትራውያን ድሕሪ 12 ክፍሊ ምውድኦም ንዩኒቨርሲቲ ክኣትዉ ከም ዘይፍቀደሎም ምስ ፈለጠት ምስ ኣምባሳደር ሱዳን ከምኡውን ዩኤን ብምትሕብባር ፓስፖርት የብሎምን ስደተኛታት እዮም፣ ግን ብናይ ዩኤን ወረቐት ተፈቲኖም ንዩኒቨርሲቲ ክኣትዉ ይግብኦም ኢላ ስለ ዘቕረበት ጥርዓና ተሰሚዑ ብናይ ዩኤን ወረቐት ድሕሪ 12 ክፍሊ ምውድኦም ፈተና ገይሮም ዝሓለፉ ዩኒቨርሲቲ ክኣትዉ ክኢሎም። እዚ ፃዕራ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሱርያ፣ ሶማል፣ የመን፣ ኢትዮጵያ ዝኣመሰሉ ዝመፁ ስደተኛታት እውን ማዕፆ ከፊቱሎም እዩ። ሰላም أنا دكتور حليمة حشال البهل بثلاث ثواني الزربية بعربين بالتجريان بالبلينين. السلام عليكم. أنا دكتورة حليمة حشال، طبيبة أسنان، خريجة دمشق. فالتحية اليوم أنا في برنامج وانا للمرأة الإريترية في شمال أمريكا وكندا. فاليوم مطلوب مني إنه أتحدث عن رحلتي الدراسية ورحلتي أيضا في اللجوء، والقصد الأساسي هو توجيه الصبايا للتعليم وللتحصيل العلمي، لأنه هذه المسألة مهمة جدا. فأتمنى إن شاء الله تكون جولة مريحة. ففي البداية أترحم على شهيدات الحركة النسوية، وطبعا هي المناسبة ب8 آذار ولسه ما زلنا في آذار، وأترحم أيضا على شهداء الثورة الإريترية كافة. فما حتحدث عن المرأة كما ذكرت، ولكن حتحدث عن مرحلتي الدراسية كيف كانت، بما إني بنت مناضل، والعقبات اللي واجهتني والصعوبة اللي واجهتني في الدراسة. فالموضوع كان ما سهل أبدا، يعني كبنت مناضل وتعيش ظروف بتاعت غربة وكلية صعبة عايزة دفع. فأبدأ من مراحل الابتدائية. غدا الناس تأخذ عبرة من الحتة دي. أنا كنت من الصف الأول للصف الخامس، الصف الرابع عفوا، كنت دائما الأولى، وحصل في الصف الخامس جيت الثاني بنص علامة. فده بالنسبة لي كان مسألة يعني كثير صعبة. بكيت وتجرست وما استلمت الشهادة، والتاريخ يعيد نفسه. نفس الشيء ابني برضو نفس الشيء، لغاية السنة الرابعة كان الأول، في الخامس جاء الثاني بنص علامة، نفس الحركة اللي أنا عملتها، بكى وأبى يستلم الشهادة. فلما جيت البيت الوالد سألني بيقول لي يا حليمة وين الشهادة؟ كان جاي وقتها من الميدان. فكنت ذكية جدا، حاولت أتذاكى، فقلت له ما أدونا الشهادة يا بابا، لأنه قالوا بعد 3 شهور بعد ما تفتح المدرسة. فالمهم هو صدقني. وبعدين اجوا صحباتي بيلعبوا معي فبيسألوني، بيسألهم بيقول لهم ليه عملوا لكم كذا السنة دي؟ قالوا له لا يا عم هشام، حليمة أبت تشيل الشهادة لأنه جات الثاني. فالوالد يعني كان تربيته حلوة، يعني ما عمل أي أكشن، ما عين لي، ما عمل أي شيء. شال العجلة وطلع مشى المدرسة وسأل في المدرسة، فقالوا له حليمة تعتبر الأولى لأنه هي شاطرة جدا، حتى في الفصل بتساعد البنات وكده.
فجاء مبسوط المهم، فقال لي يا حليمة البسي وراح نمشي السوق. فقلت له في شنو؟ قال لي بس يلا. المهم اتحركت معاه وردفني في العجلة، حلو ردفني في العجلة دي، ومشينا السوق واشتري لي ساعة. وقتها يعني ساعة في الصف رابع، طفل يعني يلبس ساعة، كانت مسألة كثير يعني ملفتة. ولكن هذا معناه إيه؟ هذا أنا أقول هو كان يعتبر نوع من تحفيز، يعتبر نوع من رفع معنويات، لأنه أنا كنت محبطة جدا إنه أنا جيت الثانية. ففي الحتة دي ننتبه، يعني التحفيز بالنسبة لأولادنا مسألة جميلة جدا. فالمهم بعد ذاك أنا حختصر، مشينا سوريا وكنا في مدارس، ما كنا في جامعة، لأنه يعني دخلنا داخلية بتاعت مدرسة أبناء الشهداء. وبعدها جات الجامعة ودخلت الجامعة، وهنا التحدي الكبير اللي هي طب الأسنان. لأنه طب الأسنان هي كلية صعبة جدا، ما بيدخلوها إلا أبناء البرجوازيين، ولأنه مكلفة خالص، مكلفة. يعني بتشتري المواد 50% العملي و50% النظري. إذا ما نجحت العملي لا يمكن تنجح النظري. ولكن أنا يعني في الحتة دي تعبت شوية. فالفصل الأول نجحت، لكن الفصل الثاني حصلت عقبة، فما عرفت أعمل شنو، لأنه يعني المواد غالية جدا، وما في أي مصدر، اللي هي المنحة السورية اللي معروفة هذه كل الزملاء بيعرفوها. فحصل حاولت، قلت لزميلاتي ممكن تسلفوني، هم كلهم زي مساكين، من وين يسلفوني؟ فشوفوا الظروف كيف. فقال لي والله ما. بعدين مشيت المكتب، سألت المكتب قلت لهم أنا يعني جاني الامتحان وما قادرة أكمل، ممكن تساعدوني؟ فالمكتب قال لي ما في مجال، لأنه معاكي اثنين وهم حيطلبوا، فالاثنين اللي كانوا معي شباب وضعهم أحسن مني. قلت لهم يا أخي هذول ما أبناء مناضلين، وهم آبائهم موجودة ويجيهم دعم خارجي فكيف؟ قال لي ما في مجال. فطلعت من هناك وأنا باكية ومشيت لبيت عمي صالحياي. ف وده سر ما حد يعرفه إلا أنا والجمعية وصالحياي. قلت له عمي صالح أنا عايز أشتغل. قال لي تشتغلي شنو؟ قلت له بس اشتغل. ليه؟ قلت له عشان الكلية غالية وانتم ما عايزين تساعدوني وانا حاشتغل. فقال لي بس الشغل صعب. قلت له ما صعب، فتش لي باي طريقه، ان شاء الله في المستشفى. وخطر بباله انه هو دكتور الشامي في مستشفى الشامي اللي في المهاجرين، صاحبه. فقال له عندي بنتي كده كده. فمشيت اشتغلت هناك، وده سر ما حد يعرف انه انا كنت بدرس وبشتغل، ما حد يعرف من زملائي من معاي كلهم ما بيعرفوا. انا كنت بشتغل وبدرس. خلصت طب الاسنان كده، كنت في المستشفى بحضر الضغط والحراره للدكتور. فانا كملت الكليه بالشكل ده. فده تحدي كبير كان بالنسبه لي. وبعد ذاك وما سهل يعني المناضل لما يخش في تحديات زي هذه، يعني بتذكر اشياء كثيره. لو كان الوالد شغال كنا حنكون كده، لو بتذكر لو طبعا. فمشيت اتخرجت ومشيت ليبيا. في ليبيا الله يرحمه زوجي كان هناك، فاشتغلت في الهلال الأحمر الليبي. وبعد سنة قلت لازم أنا أرجع إريتريا. فرجعني إريتريا المهم 96. فجيت المكتب، جيت وزارة الصحة، فطلبت إنه أنا لازم أفتح عيادة. طبعا رفضوا لي إنه أفتح عيادة لأنه أنا خريجة جديدة. ولكن قال لي ممكن تكون في تجربة، يعني أجربك 3 شهور في مكان هو، بعد ذاك ممكن أنت اسمه تفتحي عيادة. قلت لهم ما عندي مشكلة. فبديت أشتغل. كانت دكتورة اسمها ليناش، دكتورة جميلة جدا. وكان في واحد جزائري اسمه فؤاد. فبعد أسبوعين جاء بيعمل راوند دائما صالح مكي، الله يرحمه الدكتور صالح مكي. فجاء المستشفى بعد أسبوعين بيقول لهم أخبار الدكتورة الجديدة شنو؟ قالوا له الدكتورة الجديدة ممتازة جدا. فقال لي يا دكتورة تعالي لي في المكتب. مشيت المكتب. أنا طبعا خفت، قلت يا ربي أنا عملت مصيبة، عملت شيء، لأنه الأسنان بتحصل فيه مشاكل يعني. فالمهم ده أنا رحلتي ححكيها بالتفصيل. فمشيت وقال لي خلاص حتفتحي. مشيت فتحت عيادة طبعا في كاتدرال. واشتغلت 13 سنة في أسمرة. ومنها جا اللجوء، لجأت القاهرة. وفي القاهرة كان الظروف طبعا اللاجئين ومن لاجئين، شفت يعني الإريتريين
وضعهم كان مكركب جدا، يعني ما في حد مثلا مكتب مسؤول منهم ولا فبيمشوا للجمعيات السودانيه وبيمشوا للجمعيات اليمنيه وكده. فحسيت انه ليه لا، ليه ما يكون عندنا مكتب؟ فالمهم فتحت اول مكتب كان هو تواصل، فتحت جمعيه تواصل، وبلغت اليو ان او مع التعاون في منظمه انسانيه. حاولت يعني اعرف الطريقه اللي ممكن افتح بها الجمعيه، وفتحت الجمعيه. فجاء طلبت من اليو ان انه يزوروني، وزاروني فعلا. كانت اول مره اليو ان يزوروا جمعيه في مكانها في مقرها. فطلبت منهم انه لازم يزورونا كل فتره وفتره، لانه الاريتريين قاعدين يحسوا بمعاناه ضرب خنق في الصفوف، فبالتالي لازم يجوا. فكانوا بيجونا، بس طبعا بعد ما انا سافرت بطلوا المساله دي. فاشتغلنا فتره ولملمنا كل الاريتريين في حته واحده. فبعد فتره سمعت انه الطلاب ما قاعدين يمتحنوا. ليش ما قاعدين يمتحنوا؟ قال لي ما باعتبار انه لازم يكون عندهم جنسيه عشان يمتحنوا. فالمساله دي استفزتني جدا. فمشيت السفاره السودانيه وطلبت منهم الموافقه لجلوس الطلاب الاريتريين ببطاقه اليو ان. وده كان شيء جميل جدا، ومشكورين السفاره السودانيه. ووافقوا، ولكن بشرط قالوا لي انه بتدفعوا $50 زياده. فكنا بندفع $50 زياده. وفي الجمعيه اللي كنت عاملاها انا كنت بدرس الامهات انجليزي والاطفال والطلاب. لما تكفي المدارس بدل ما يكونوا لافين في الشوارع كنا نلمهم في الجمعيه. فالجمعيه مشت بشكل جميل جدا. فبعد فتره برضه جاء التدفق، لا وعملت اعلان طبعا انا، والاعلان كان في الفيسبوك، بس باعتبار انه اللاجئين في ارض اللواء ما بيعرفوا العربي، فمشيت لهم انا يعني بنفسي ووريتهم انه في كده. كانت مجموعه يعني حلوه، ناس يوديت وناس السعوديه وديل كلهم جبتهم. فالمهم يعني الناس بدات تمتحن، واليوم بفضل التواصل الناس قاعده تخش الجامعه وتمتحن بشهاده ببطاقه اليو ان. وده كان انجاز تواصل. فبالتالي بعد فتره جاء تدفق كبير جدا من السعوديه، فطلبوا مني انه اعمل مدرسه. فقلت لهم يا جماعه ده الموضوع صعب بالنسبه لي انا لانه مدرسه. فقالوا لا لازم. فحسيت انه لازم يعني اعمل المساله دي. فبدات اول شيء نقلت المغار لمغار اكبر، وبدات ادور انا واللجنه اللي معي انه بيت كبير على اساس يكون مدرسه. ف وقدمت اليو ان طلب برساله انه انا عايزه افتح مدرسه. فادوني الموافقه طبعا، وجمعت اللجنه بتاعتي اللي هم كانوا عبد القنبل ومحمد جمع وكان والسايق وفاطمه، كل المجموعه دي اللجنه. قلت لهم يا جماعه مبروك علينا، انا جبت موافقه بتاعت فتح مدارس. ففي لغطين احيانا المدارس دي كيف فتحت كده ما عارفه الناس يعني. فقلت لهم في مجال انه نحن نفتح مدرسه، فبالتالي لازم نسعى ونشوف مبنى كبير. فكنا كلنا يعني استنفرنا نفتش على مبنى كبير نفتح مدرسه. وجي سفري انا طبعا، جي سفري للهجره. فاجتمعت باللجنه وعملت المدير الاداري محمد جمع، قلت لهم انا حسافر لكن مشروع المدارس ده لازم تنفذوه. وحتى خطيت لهم برنامج انه مثلا شنو ممكن يكون المنهج، يعني منهج سوداني. مع انه استاذ محمد جمع كان معترض قال منهج اريتري، فقلنا له لا منهج سوداني. فعملنا المنهج السوداني. وانا شخصيا ارتحت نفسيا لانه انا قدرت يعني اخدم المجتمع ده بفتح مدرسه ونلم الشمل بتاع طلابنا دي في حته نحن عارفين قاعدين ندرسهم شنو، عارفين انهم هم ماشيين كيف. فاول مدرسه اتفتحت هي كانت تواصل. يعني المدرسه سمت النهضه مره، في اول مره ما اتفتحت سمت النهضه. واليوم مفتوحه 8 مدارس بفضل التواصل. يعني دي جاي بمسمى النهضه، مؤسسه النهضه. 8 مدارس، وهذا بفضل جمعيه التواصل. وفي نفس الوقت عملت التمكين للسيدات انه انه الاريتريين ما كانوا يستفيدوا من التمكين ده اللي هو تعليم السيدات التريكو والخياطه الكوافير والحاجات زي دي. فقلت لهم ليش ما تبدون المساله دي؟ قالوا لي انتوا ما بتعرفوا عربي
قلت لهم مين قال لكم انا في في ارض اللواء ما يعرف عربي، بس انا اللي حترجم لهم ما مشكله. وفي فيصل كلهم بيعرفوا عربي. المهم في الحته دي نفذنا المشروع، والحمد لله اليوم كل الناس اللي فاتحه مطاعم وفاتحه قهاوي وهذا كانت النواه الاولى هي تواصل. وايضا عايزه احب انوه على حته اللي هو الاهتمام بالجانب المعرفي بالنسبه للنساء بالذات، للمرأة بالذات. الجانب المعرفي مسألة مهمة جدا بالمناسبة، لأنه إذا كانت السيدة هي متعلمة أو البنت متعلمة وواعية المجتمع بيصلح، لأنه بيقولوا المجتمع المرأة نصف المجتمع والرجل نصف الثاني، ولكن أنا من وجهة نظري هي المرأة كل المجتمع، باعتبار إنه هي النصف ولكن بتربي النصف الثاني وبتطلعه للحياة هو الرجل هو الرجل. فالمرأة تعتبر مهندسة المنزل، فإذا كانت المهندسة شاطرة معناها البناية حتكون مميزة وممتازة. فعليه اهتموا بهذا الجانب. حتى السيدات، توصيتي برضو للسيدات، يعني ما تفتكروا مسألة التعليم دي محدودة بعمر محدد، لا بالعكس، التعليم في كل الأعمار. أنت ممكن تزيد معرفتك وتتعلم. والمرأة إذا كانت متعلمة هي بتحس باستقلالية وحتى بتحترم من المجتمع. أما إذا كانت ما متعلمة طبعا الوضع كارثي. وهذا هو. في الختام أقول أتمنى إنه كلنا نحن يا جماعة نكون يد واحدة، والناس تحاول يعني تلم الشتات دي وندخل الوطن. وما بندخل الوطن إلا بالوحدة، وما بندخل الوطن إلا بالتعاضد، وما بندخل الوطن إلا بمعرفة نحن عايزين شنو. فدي توصيتي، وتوصيتي للصبايا للبنات بالذات، استغلوا الفرصة دي، وبالذات الناس اللي في اللجوء، لأنه يعتبر وضعهم أفضل من وضعنا. يعني إحنا درسنا في ظروف قاسية جدا، ولكن تحدينا الظروف وتخرجنا. فبالتالي وكما ذكرت إنه ما بيعرفوا سر إنه أنا كنت أشتغل وأدرس غير جمعية وصالحياي. الله يرحمه صالحياي توفى والجمعية موجودة، وبيقولوا التقرينيا اللي بيبعد شهوده كذاب. فالجمعية عايشة وبتسمع في كلامي ده، ولكن ما في أي طالب من سوريا يعرف إنه أنا كنت شغالة وتخرجت طبيب الأسنان بهذا الجهد. يعطيكم العافية. أما الآن بالتقرينيا والله يعيني. نجيب التقرينيات الزاربية. أنا دكتور حليم حشاد بهل، أحسن بلك الزاربية دنتستي والتقادلاي إيه جيتي أنا أريبيز اللي كلهم مدبوانا كلهم إرتراوان دق انستيو أبو شتزل لهم أبدجز لهم سلامتا يقرب سوءاتنا خدق انستيو من السماء ورسوم إبل كلها سوءاتنا كمان من السماء ورسوم إبل إتي مدوي خنتايو تقدى سنة بتنهرتي إني يقال السيتي ولكل إرتراوي كمهر اللون انتاي انت تمهير كاسي مالسي تمع بلخا انت تمهير كا بزحت تدقاقين خا حجي تمهرتي أورا نقال السيتخا أورا انتاي قال السيتي عندي جزايا قال السيتي انت مهيرنا مالك جزاء طبق انت عشان تكون حزانات طبق كخوني أنا منتاي انت كم هرس قال السيتي لنفسها تخيل لصدرها تخيل دحراخي تتم هرسيس عيد ما يقولون منتاي نشتي خنكا عبي خويني أي مهرني أي تقول سب أي سبيتي كلها تكون من هذا أسدد لهم كتقاموا لكم إذا سدت فهمتي كونتن يا I know بس تي عدلسي اللو مالتي انت داري خاسي اللو سلازي عباي سبيتي انت خانت سسا حمسا واينا المهر ححد سبسي كورسات اللو ولا تحس ححد سب كورس انت وسيكاس مع خاسي مكاي استجزاز ساكت اي اتصال دقنا خاتم مهر من إسياد دقنا سي كل جزيسي طيب هذا تيك توك قلي يوم زحاد رز وعلو وإذا آسي تضغم الله إذا جزي تضغم الله تمهر
تما حايشو إيزي تي لبوانتي أنا خي قلت قادرين كل خشي سعيري دكتور وزيد اللخو مالتو علي لينا برن من تاي مرة برتعينيرو إتي تاشمو وصاينا إتي كل أنا ذات أخواتي دينتيست بزح جنزة بيد ليكا قال برضو آية أتوا دينتيست نورمال سبعة أتواني وبين عندي كم قلوق يعني كأتوايا إلسي أتيا أبوي بزح أنت شو مثل هرر تاني رو مالتي ولا حليمة كم ديك تخونة ولا حليمة دكتور تخونية لوير تخونية يبل إذا كل جزاس أبحام ولا زين يزبل مالتي كجبران لأن إليه مالت تجدي سجريا كجبران أنت الكاسي مالتي تخليها سلذي كم أونبل مو بزينا أي نقصي بزينا أي مساوات كم أونبل دحراخي هنتاكي بالفتو كلها اثنين احنا ارتراويان نفاتو حدا ايد نخون ايدون قوانتن خلينا بحسب نسرح ادنا كنأتو اذي فحفن شرح ازازين نايو بحسب انت اتينا عدنا كما يطعم نيرو مرة يجي زي يتكال اي كال يكون يتكال نمتاي مالسي حدنت انت شمويو مالسي نسايا ناب صبغت أتوقع نسايا أنت عشان ولا حدنت أبجزا أنت رأينا يا أنت جزاسي حدنت أنت لو حوات كلها توم بحنسة أنت خلص أنت جزا حفيدي جن فحفين شرح أنت فنسي مالسي ساكت بادو يتخون سلازي لبواي كلاتنا بحنسة نشرح نفاتو إرتراويان يتراخى قفحيان كلاتنا توثلنا يزي لبواناتي رقم الشيخة تمهرة ولا سبقود تمهلوا يزبل ودحنكم حجي ببلين تزاربي نام بلين نقابي يدي أنا دكتور حليم حشال استفن دنتست جن مالت أرتوكا حكيم جن أنخا تقادلا جن يخر حشال اسماني استف أنخا بقو جني فو أنك سكرهم بكون مدى قوانت ورد استفني أواخر من مهرسة جناي جابيجن يخرج تجاد لا يكون بسيك أن كونكات مستنى أطراف الجيلاني مالت مرة برتع أكون بسيك يخردي جنا دي جرح منات تمرتي إن كلامكم ما هرساي أنا كنا دائما ينخا نيد مهرسنكم أنت أجني السخاء مهرده انقاق من هذا مهرسران شافنو أي مهرسران لمن ستكسر شاق تقدرتي أي مهرسران مالت نرفي خذر آكتي نركوذ آكتي أما أن يلبورني ناوك مالت استوى عني جزيت مالت جزيت هيس جنين جزيت تطع منه مهرسن خرب يعني سخر تكسر شحنو مالتي أي مهرسران اللي نسيت تكرو شافتي نركوسي شافتي بحيد رافاتي نركود رافاتي أما أنخا يكون مالت دليت قدام تكابية هم بكل بروح قريب بقول لك قبطيت الرسالة تزابن أربنو يونيفرسيتي توانيني ورد تواني UN ورقة تواني كم قرير سنة خوف أكون أن ما أمبسادرنا السودان أخلي أكون ما مالت عدلنا عسخون اللي هم السودان يونيفرسيتي ودنو يونيفرسيتي وأنا كنت هنال من قدس يقول دنبن تمهتيتات بسخون كمان لأنه سرين نيرا وانتنو بسيب شجر شنو بدنا ورد قناتي من هالسودان قدرني ما بدينا دكتور حليم أن يقول لما أمناد تمهرتي بسخون نكخا سقطت تمهرتي بستهم أن تتكال أن سيقى تواصل يستف أن أخراسي قدمك مكوخ إلى بوا خوريني لا أنا أخن لا تقدم من شان أخن أخيري على كبنين إن كل سلامة تونو ودحامكم. Thank you.